السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين الحباب؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قصة جديدة، قصة اللي غتدينا عند واحد السيدة اللي كتعاود القصة ديالها هي وبنتها. فكنتمنى انكم تخليو لي الاراء ديالكم حول هذه القصة هذه وتعطيوها الحلول لهاد السيدة هذه اللي ممكن مازال انها تدارك بها الخطأ اللي دارت. وكنتمنى انكم كذلك ما تنساونيش من لي جيم ديالكم ولي بارطاج باش تطلع القناة ويشاهدوها اكثر عدد ديال الناس اللي مهتمين بهذا المحتوى. السيدة كتعاود القصة ديالها وكتقول: نهار عرفت راسي حملت كنت كنقول باللي انا مستعدة ندير اي حاجة لولدي ولا لبنتي، وكنت سولوني كنت نقول لهم باللي عينيا نعطيهم ليهم. بالحق من بعد اضطريت انني نتخلى على ديك البنت وعمري نشوفها في حياتي. من بعد ما ولدتها وكبرات شوية مشينا واحد المرة للعروبية وعجبوها الفلالس وداك الصوت اللي كيديرو، وملي رجعنا للدار بقات كتقلد في صوتهم وكتقول باللي بغاتهم. وفعلا في عيد ميلادها جبت ليها كادو، وجبت ليها في الكادو جوج فلالس من هادوك اللي كانوا كيتباعوا بدرهم ولا 2 دراهم، وكيكونوا ملونين كل واحد في لون مختلف على الاخر. الفرحة اللي حسيت بها ديك الليلة ما تتصورش. ودابا فاش كنعاود نتفكرها وكنتفكر هذيك الليلة كيفاش دازت عندها، كنقول باللي هذيك كانت تاني اكبر غلطة درت في حياتي، حيت اكبر وحدة كانت هي ملي ولدتها، والغلطة الثانية هي ملي جبت لها دوك الفلالس. الحوايج اخوتي اللي درت لدوك الفلالس كيخليني نرد في كل مرة كنتفكر داك المشهد. دخلت عليها لبيتها ولقيتها شادة مقص وكتقطع ليهم في رجليهم. ما كاينلاش ندوي على الصوت اللي كانوا كيديروا حيت بامكانكم تخيلوه، وبحال اي ام في ديك اللحظة ما خليت ما درت ليها. ديك الليلة غوت عليها وضربتها باش عمرها تعاود دير شي حاجة بحال هكا. بالحق هادشي ما خلاهاش تحبس. النمل والنمل عباد الله هو الاخر كانت كتجمعو في كاس وكتحرقوهم بالعافية حيت كان كيعجبها الصوت اللي كانت كتسمع. وما حدها كانت كتكبر وهي كتزيد في هادشي ديالها. حاولت انني نكون ام متفهمة، وكنت كنحاول ما امكن نتقرب ليها ونكون صاحبتها باش ما تخبي عليا والو. بالحق بكثرة داك الشيء اللي كانت كدير وصلت لواحد الدرجة اللي ما بقيت كنقول ليها والو، حيت كنت كنحس باللي كنخوي الماء في الرمله. وملي ما بقيت كنقول ليها والو بدات كتجيب ليا سرق الزيت ميت وكتقول ليا باللي قطعت جناحو ورجليه وما نعرف شنو كاع دارت ليه. وديك الفرحه اللي كنت كنشوف في عينيها كانت كتخليني نهار على نهار نزيد نتاكد بانه هاد البنت هادي بسيكو. اول مره قربت ليا كانت ملي نعست واحد الليله وجات بدات كتحك على عينيا الحرور. الهريسه خوتي هزاتها وحكاتها ليا على عينيا، خلاتني كنتشوط تماك وكان سمعها كتقول زيدي غوتي غوتي يا ماما عافاك غوتي. اللي لاحظت انني واخا غوت عليها داك النهار بقات كدير ليا هادشي ماشي بدافع انها تقتلني، ولكن غير بدافع انها تسمعني كنغوت بالعذاب. كيعجبها خوتي تسمع هذاك الصوت ديال الانين ديال الغوات، سوا ديال الحشرات سوا ديال الانسان سوا ديال اي حاجه شافتها قدامها فيها النفس كتطلع وكتهبط. دارت ليا شحال من حاجه
ولكن اخر حاجه اللي دارت واللي خلاتني نمحي اي محنه ولا تعاطف عندي تجاهها هي ملي كنا ناعسين في الصيف، ومع كنت غير انا وياها واختي في الدار. بكثرة الصهد اللي كان ما كنا لابسين تقريبا والو. ديك الليله كنفيق على شي حاجه كضرني في صدري، وبحال لا الماء هابط ليا من تما، وكل ما نعرف شنو هو داك الالم ما فهمت والو في داك الالم وشنو داكشي اللي طرا ليا. قلت يمكن غير الصهد، ولكن مع حطيت يدي تماك وحليت عينيا لقيت باللي ديك بني ادم قطعات ليا طرف من بزولتي، وغادا نصيفط لكم التصاور تشوفوهم باش تاكدوا من هادشي 100%. وحاجه اخرى اللي تفكرت هو ان قلبي ضرني بالصدمه ديال داكشي اللي وقع اكثر من داكشي اللي قطعات ليا ديك البنت. والله يخليك انا اللي زدت قطعت الراس كله ديال بزولتي، حيت ملي درت داكشي بقى طرف لاصق والراس ديال بزولتي مدلي تماك. يعني ديك البنت خلاتني نكمل داكشي اللي بغات توصل ليه براسي. فاخوتي صافي هنا اقتنعت باللي هاد البنت هادي ما يمكنش تكون بنتي، ما يمكنش انني نحتفظ بهاد البنت هادي ونخليها كدير فيا هاد المشاكل كاملين وهي مريضة وهي بسيكو. درت المستحيل باش نسافر من المغرب، لدرجة انني بعت الدار اللي شرا ليا السيد اللي كنت مزوجة به، وهادشي كله بدافع انني نبعد منها. سافرت على برا المغرب، تزوجت، ومن داك النهار ما بقيت حطيت رجلي في المغرب. كنظن دابا جايه لشي 5 سنين ولا 6 سنين على اخر مره هضرت فيها معها، واي واحد كيسولني عليها كنقول لهم باللي ما عنديش بنتي. حاولت نعبر على هادشي ونحكي قصتي لشي بنات، ولكن ديما كانوا كيقولوا لي باللي حرام عليك، واخا ما نعرف شنو يكون راه كتبقى بنتك هاديك. وديك الهضره الخاويه كنت ديما كنسولهم على حاجه وحده، كون ولدتو بنت بحالها شنو كنتو غديروا؟ وحتى وحده ما كانت كتقدر تجاوبني. المهم الخلاصه اللي بغيت نوصل لكم هي الى من هنا لقدام بانت لكم سيريال شي وحده سيريال كيلر ولا شي حاجه بحال هكا، عرفوها تكون غاديك البنت اللي ولدتها شحال هادي. صراحه هاد القصه هادي فيها بزاف ديال الاسئله وفيها بزاف ديال الغموض، فكنتمناو ان مرات القصه تجاوبنا وتقول لنا فين هي البنت ومع من خلاتها، وبزاف ديال الغموض اختي بزاف. خليوا لي الاسئله ديالكم في التعاليق وكنتمنى انها تجاوبنا على هاد الاسئله هادو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.